السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم مع فيديو جديد اللي غادي نقدمو فيه أسهل وأطيب وأسرع طبق معكرونة يمكن لكم تجربوه بصوص كريمي خطير وبمذاق مختلف. نبداو الوصفة. في مقلاة نضع المعكرونة، أنا استعمل سباكيسي ويمكن لكم تستعملوا أي نوع من المعكرونة. نكملوا الوصفة. كنوضعوا قطع الدجاج، يكونوا القطع صغيرة بزاف باش يمكن ليهم يطيبوا لينا بسهولة. كنوضعوا كذلك لي زيبيناغ اللي كنكون غسلتهم قبل بالماء والخل. نضيف كذلك 2 قطع ثوم مهروسة. نرجع لكم من جديد. كنحتاجو 2 ديال العلب ديال صلصة الطماطم، أنا كنستعمل الأولا من حجم صغير جدا. نضيف كذلك ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر أي تحميرة، ونضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نضيف كذلك كريمة طهي تكون اختيارية. بالنسبة لي أنا كنستعمل فيتالا اللي كتباع في بيم من حجم 200 ميلي. في المرحلة الأخيرة ضفت 2 كيسان ديال الماء، ولكن في آخر الفيديو غادي نقول لكم شحال احتاجيت ديال الماء وشحال ديال الوقت ديال الطهي. نضع المقلاة فوق نار هادئة ونغطيوها بغطاء محكم ومع التحريك المتواصل. هذا هو شكل المعكرونة. احتاجت لي 30 دقيقة ديال الطهي و4 كؤوس ديال الماء. في الأخير نضيف الجبن المبشور. نقدموها في طبق تقديم. طبق معكرونة بطريقة هائلة وبمذاق مختلف رائع جدا، يستحق التجربة. جربوه وخليوا لي رأيكم في التعليقات. بالصحة والراحة، ونخليكم مع تتمة الفيديو، وإلى فيديو جديد إن شاء الله، ودمتم في أمان الله ورعايته. باي باي.